شيلوا لي الكاستر والكريم كراميل على جنب وتعالوا نجرب وصفة أطيب بكتير مما بتتخيلوا. قوامها ناعم وبتدوب بالتم. أول شي قطعت اليقطين لمكعبات متساوية، وهيدي الخطوة بتضمن لي إنه كلهم رح يستووا معي بنفس الوقت. هلأ بنقل اليقطين على الطنجرة وبضيف فوقهم كباية من السكر ونص كباية من المي. بغطيهم وبترك كل النكهات تندمج وتستوي على نار هادية لتاخد القوام الطري اللي بدنا إياه. بهالفترة بحضّر النشا والحليب، بدوّب النشا بالحليب البارد لأن هيك بضمن إنه يندمج مزبوط وما يتكتل معي أبدًا. خطوة بسيطة بس بتفرق كتير بالقوام النهائي. وبالشوكة بنختبر اليقطين إذا استوى، وأول ما يستوي بنهرسه وصار عندي قوام ناعم. بهالمرحلة بضيف خليط الحليب والنشا وبلش حرك فيهم على نار هادية ليتماسكوا ويصير عندي قوامهم متل الكاستر. وأول ما يجهز عبوه بالكاسات وبردوه شوي قبل التقديم، والنتيجة طراوة ولا أطيب ونكهة اليقطين بتاخد العقل. جربوها وخبروني، يمكن تصير من ألذ الوصفات الشتوية اللي رح تعتمدوها كل سنة. وألف صحة وعافية.